لو بتعدي بأي تغيير في حياتك، في 5 مراحل لازم هتعدي بيهم لحد ما تستقر. مساء الفل. إليزابيث كوبلر روس ألفت كتاب اسمه Death and Dying. كانت بتتكلم عن المراحل اللي بيعدي بيهم الإنسان لما بيحصل تغيير في حياته. التغيير ده سواء وفاة حد قريب منه، تغيير مكان سكن، تغيير شغل أو غيره. الموديل ده اتسمى على اسمها كوبلر روس تشينج كيرف. طيب ايه هم ال5 مراحل دول؟ أول مرحلة الدينايل، وهي مرحلة الصدمة أو الإنكار، وفي الأغلب بتبقى مرحلة قصيرة المدى. المرحلة دي بيبدأ الإنسان يحط آلية دفاع مؤقتة، بيدافع عن الفكرة أو الحاجة اللي راحت منه، وبيبقى عنده حالة إنكار إنها راحت، وبياخد وقت لحد ما يبدأ يتفاعل مع الواقع الجديد ويستوعب إن هي مش هتبقى موجودة تاني في حياته. بعد كده الأنجر، وهي المرحلة اللي بيبدأ يدرك فيها الشخص حقيقة الموقف، فبيبدأ يدور على حد يلومه أو إن هو يبدأ يطلع الغضب بتاعه على شكله تصرفات أو عصبية. المرحلة الثالثة البارجيننج، وهي مرحلة المساومة، وبتبدأ لما الشخص يبدأ في التفكير في طرق لتأجيل ما لا مفر منه، بيحاول يهرب باستمرار بشكل أو بآخر، أو بمعنى أدق بيحاول يوصل لحل وسط. المرحلة الرابعة وهي مرحلة الديبريشن، ودي بنعتبرها أخطر مرحلة ممكن إنسان يعدي بيها، لأنه لو ما خرجش منها بشكل مظبوط ممكن تعمل له تروما أو يبقى عنده حالة اللامبالاة، ودي اللي بنسميها الليتنج جو. في المرحلة دي بيميل الشخص إلى الشعور بالحزن والخوف، شعور بالذنب وحاجات تانية من الأحاسيس اللي ممكن تعدي عليه. آخر مرحلة هي الأكسبتنس، وهي المرحلة اللي بيدرك فيها الإنسان التغيير اللي حصل عنده في حياته، واللي يبدأ فيها تقبل الوضع بشكل أحسن. في النهاية مهم إننا نكون عارفين مجموعة المشاعر دي، لأن أي تغيير بيحصل حوالينا بيأثر فينا، وبنعدي بالمراحل ديت حتى لو إحنا مش واخدين بالنا. أهم حاجة إننا لو دخلنا في الكيرف ده ما نستعجلش، هناخد وقتنا وهنخرج منه لما مرحله الاكسبتنس عندنا تعلى. الفكره بس في الموديل ده ان ملوش توقيتات معينه نقدر نقول كل مرحله بتخلص امتى، وعشان كده مهم ان احنا ما نضغطش على نفسنا ان احنا نعدي واحده من المراحل دي وناخد كل مرحله لوحدها، ونسيب الوقت هو اللي هيعالج اثر التغيير ده، ونكون متقبلين نفسنا واحنا عايشين. ونشوفكم الحلقه الجايه.